على موقع بلاد الأجداد. ومقر قبائل بني طاهر التاريخية الحميرية المجيدة الذي استقرت فيه من عصور ما قبل تاريخ التاريخ. آل طاهر القبيلة الحميرية الملكية. من أقدم قبائل اليمن في البيضاء اليمن. تاريخ ضارب في تاريخ اليمن المجيد. هذا هو المقر التاريخي لسلاطين الدولة الطاهرية وملوك بني طاهر في بلاد الطاهرية ردمان مديرية السوادية بمحافظة البيضاء. وهو الموضع الذي أكده الهمداني بنفسه عندما زار بلاد الطاهرية وقصر وعلان قصر ذي معهر تبع الأقرن جد بني طاهر وسلاطينهم قديما. ثم حدده الحجري بدقة في كتاب مجموع بلدان اليمن وقبائلها. قال الحجري في كتابه مجموع بلدان اليمن وقبائلها: بلاد الطاهريت تشمل شمس الرار، الحمة، النوفان، العشاش، العصيرة، أهل عصره، آل سواد في السوادية، المعلى، الخوعة، ذماج، ذاهدة، ثم آل طاهر في مقر سلفهم الطاهرية، ومنهم سلاطين بني طاهر اللذان حكموا اليمن بعد بني رسول. كما ذكر من البلاد المتصلة بهم: الملاجم، آل غشام، آل عفار، آل الرشدة، آل منصور، آل هادي، آل العوض، الجريبات، ردمان، الأغوال، آل مستنير في قانية، المجانحة في عمد، المجانحة في عمد، قيف. وأشار أيضا إلى قرى غلاف صباح، حوات، زخم، فرغان، مسورة، البيضاء، بيضاء صباح، وقرية موكل الحميرية المشهورة التي دارت فيها الوقعة بين المطهر بن شرف الدين والشريف يحيى السراجي في القرن العاشر الهجري، ولذيذ في أشعارهما. الخلاصة: إن آل طاهر هم أهل الطاهرية الأصليون، ومقرهم التاريخي المعروف منذ العصور القديمة هو ردمان والسوادية والطاهرية العليا والطاهرية السفلى، وهو ما اتفقت عليه كتب الهمداني والحجري وغيرهما من المصادر. وهذا هو مقر السلف ولأجداد لبني طاهر. ومن هو يرجع لبني طاهر ومن سلاطين الدولة الطاهرية؟ فهو يرجع إلى مقر سلفه وسلف أجداده الطاهرين. فسلالة من البيضاء سلاله طاهريه حميرية بيضانية يمنية، ونعم بالقبائل التي ورد ذكرها في صفحات تاريخ سلاطين وملوك بني طاهر، وهم جيران مقر سلف أجدادنا في البلاد الحميرية العريقة. وعلى رأس هذه القبائل آل الملاجم، وآل سواد، وآل عواض، وآل القيفي، وكلها قبائل حميرية الأصل، وبعضها يرجع في نسبه إلى قبيلة بني طاهر الحميريين أنفسهم. وهذه القبائل مجموعها تعرف تاريخيا باسم قبائل منطقة ردمان في محافظة البيضاء اليمنية. والبيضاء كانت ولا تزال أرض التاريخ اليمني المجيد، وهي من أعظم المدن اليمنية شهرة وأصالة. أهلها أهل كرم وشهامة وشجاعة، وتضرب قبائلها الأمثال في البطولة والموروث والحضارة والثقافة. وظل أهلها من البدو القدماء المحافظين على العادات والتقاليد والعرف على نهج الأجداد. وتتميز البيضاء بطقس جميل ومعتدل، وفي ربوعها ترعى الإبل وتنشد الزوامل القديمة، وفيها تاريخ ممتد من العصر الحميري القديم إلى الحاضر، وهي من أقدم ديار القبائل الحميرية، ومن قبائل بني طاهر أحفاد تبع ذي معهر الأقرن الحميري. وهذه القبائل البدوية تمتلك الإبل والثروة الحيوانية، وتملك الأراضي الخصبة للزراعة، ومن أشهرها في الريادة آل طاهر، آل قيفة، آل سواد، آل ملاجم، آل عواض، وبقية قبائل البيضاء جميعا. وقد سكن البيضاء عدد من ملوك حمير، ومن أشهرهم الملك شمر هرعش الذي يشيد الحصون والقلاع، وسمي البيضاء بهذا الاسم. وأسعد الكامل أبو قرب الحميري. أما الفخامة الكبرى فهي ما نقل في كتب التاريخ عن ذي معهر تبع الأقرن الذي خرجت من صلبه آل طاهر،
وكان قصره المسمى قصر وعلان في حسن العذارب بأقرن والحرات من بلاد الطاهرية العليا والسفل. ووصفه الهمداني بأنه كان ملكا وتبعا، ومع ذلك فقد كان بدويا يمتلك الإبل والزروع والثروة الحيوانية، ومع بدويته كان من أهل العلم والبناء، إذ أعاد بناء سد مأرب بعد انهياره الكبير، وعمل على إقفال أبواب ظفار الذهبية كما ذكر الهمداني، وحدد بلاد الطاهرية بأنها تتوسط الملاجم والسوادية وردمان، ونعم ببلاد الجد والأجداد، ونعم بقبائل البيضاء كلها، ونعم بسلالة بني طاهر الحميرية.